ولكن البعض يتحدث عن استدعاء الجيش. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حسنين هيكل وبالأمس قال أنا ضد أن يتم استدعاء الجيش لأن الجيش مؤسسة وطنية. وهناك من يطرح سيناريوهات مختلفة لحل الأزمة. معنا على الهاتف الدكتور كمال الهلباوي. السلام عليكم دكتور كمال. السلام ورحمة الله، يا مرحبا. سيناريو الأربعة أحوال. أيوة. ماذا تعني؟ بعد بسم الله، تعني أن المستقبل غامض وليس هناك وضوح كامل ولا طريق بدون عثرات، ولذلك احتمالات السيناريوهات قائم. وأنا توقعت أن يكون هناك 4 سيناريوهات. ما هي هذه السيناريوهات الأربعة دكتور كمال الهلباوي؟ رئيسية، يعني ممكن يكون في غيرها فرعي، إنما السيناريو الأول وهو الأمثل والذي نحب أن يكون هو أن الحكم يستقيم ويبدأ في علاج ما وقع فيه من أخطاء، سواء كانت بوعود لم يفي بها أو الشفافية أو توظيف أهل الثقة وترك أهل الكفاءة وتغيير الحكومة أيضا لأنها حكومة فاشلة عاجزة، والسعي إلى بناء مستقبل جميل مع شراكة كل المصريين. هذا السيناريو الأول الذي أراه أنسب السيناريوهات. إذا لم يحدث هذا واستمر الانفلات الأمني بشكل خاص والدولة أصبحت مهددة وانتقلت من دولة إلى دولة فاشلة، فبالتأكيد أنت تريد واحد. ولذلك أنا أظن أن الجيش قد يكون المنقذ بهذا الأمر لمدة سنة أو سنتين على الأكثر، يجري خلال انتخابات نزيهة والشعب يختار ما يختار والأحزاب تستعد لهذا. هل نعيد الكرة مرة أخرى بأن نستدعي الجيش للسياسة أو الدولاب العمل السياسي في مصر مرة أخرى؟ بين خيارين. الجيش له مهمة وطنية عظيمة، وأنت إذا دولة كانت مهددة بالفشل وليس هناك من ينقذها وفشل الإسلاميون في هذا الأمر، ماذا يحدث؟ إذا في جهة منظمة كانت الجيش أو كانت الأحزاب السياسية أهلا وسهلا. لكن الجيش كان موجودا دكتور كمال الهلباوي ولم يستطع إنقاذ البلاد من عثرتها. لا، الجيش ما كانش موجود. المجلس العسكري كان في فترة انتقالية وكان الصراع قائم وما إلى ذلك، وأتى بالإسلاميين الانتخابات ولكن الإسلاميين فشلوا، فماذا يكون الحل؟ ولكن إذا دخل الجيش السياسة، ما هو موقف التيارات الإسلامية آنذاك وخاصة جماعة الإخوان المسلمين؟ لا يعنيني موقف التيارات الإسلامية أو وطنية أو غيرها. أنا يعنيني إنقاذ البلد من الدمار المتوقع في حال فشل الإسلاميين في الصومال. أنا بلد مقدم على الدمار، لا بأس خلال سنتين يحاول الجميع الوصول إلى حل، لا بأس بهذا. لكن ما هو موقف جماعة الإخوان المسلمين في حالة نزول الجيش للسياسة مرة أخرى؟ هذا يرد عليه حد من الإخوان المسلمين المنتظر معهم، وأنا لا أستطيع أن أضع نفسي مكانهم. ألست معي أن هذا الطرح يمكن أن يؤدي إلى استمرار حالة الفوضى؟ هذا هو السيناريو الثالث إذا لم يتحسن أداء الإسلاميين
ويقوم نظام سليم يحصل كل واحد على حقه فيه، وتستتب الأمور والأوضاع. ولم ينزل الجيش، فالسيناريو الثالث هو المتوقع، هو ثورة قد يقوم بها الجياع، قد يقوم بها العاطلون، قد يقوم بها العشوائيات، قد يقوم بها الجميع، قد يقوم بها السوق الذين وقفوا في ميادين التحرير من قبل مرة أخرى. ثم السيناريو الرابع، وهو مع ازدياد نغمة التشدد الديني، الفتاوى الكثيرة غير الوسطية، ربما وفتاوى التكفير بشكل خاص، والأحداث في سيناء، ربما يؤدي هذا كله إلى يعني الاعتداء أو العدوان على بعض الأقليات، فيفتح الباب للأمريكان للدخول بذريعة القضاء على الإرهاب والحفاظ على الأقليات. وفي هذه الحالة تصبح مصر تحت الانتداب الأمريكي. نعم. وفي هذه الحالة تصبح مصر تحت الانتداب الأمريكي. يا ريت انتداب، احنا ما بننتدبش حد، مصر لا تنتدب أحد، إنما زي مدار تقسيم السودان الأمريكان يريدوا أن يكون لهم قواعد في مصر لحماية إسرائيل والتجهيز للصراع مع إيران باسم السنة والشيعة، والانتهاء من ما يحدث في سوريا، ويصبح الوطن العربي بأكمله تحت الرعاية والهيمنة الأمريكية. نضم صوتنا إلى صوت الدكتور كمال الهلباوي، ونتمنى أن يكون المحور الأول والسيناريو الأول هو القابل للتنفيذ، أن يكون هناك إصلاحا للحكم، وأن يكون هناك حكما رشيدا، حكما إسلاميا، خاصة أن الناس تدرك الآن أنها تحت نظام حكم إسلامي، يتوقون إلى أن يكون نظام حكم عادل ورشيد. الدكتور كمال الهلباوي، ألف شكر.